عمرك حسيت بحرق في معدتك أو وجع في بطنك مش فاهم سببه؟ كل ما تاكل حاجة تحس إن بطنك اتملت بسرعة ومنفوخة. أحيانا بيكون السبب حاجة اسمها جرثومة المعدة أو الجرثومة الحلزونية. دي نوع من البكتيريا بتعيش جوه المعدة، ساعات ما بتعملش مشاكل وساعات تانية بتعمل التهابات وقرح، ولو اتثابت من غير علاج ممكن تسبب مضاعفات مش لطيفة. في ناس كتير بتكون عندهم الجرثومة لكن مش حاسين بيها، وممكن تفضل عايشة بيها سنين وما تعرفش غير لما تعمل تحليل أو كشف. لكن لو بدأت تظهر أعراض غالبا بتكون وجع أو حرقة في أعلى البطن، بيزيد لما بتكون المعدة فاضية أو بعد الأكل على طول، إحساس بالانتفاخ أو غازات، تجشؤ كتير، غممان نفس أو ترجيع، فقدان شهية، وإحساس ساعات بالشبع بسرعة، نقص في الوزن. كل دي أعراض بتسببها جرثومة المعدة، وأحيانا كتير بتأثر على النفسية وبيحس الإنسان باكتئاب وكأنه بالظبط هيفارق الحياة. في شوية أعراض أخطر لو حصلت لازم تروح للدكتور فورا: ترجيع في دم أو لون غامق زي بقايا القهوة، براز لونه أسود أو غامق، وجع جامد قوي في البطن، دوخة أو تعب مفاجئ. الأعراض دي ممكن تكون بتدل على نزيف داخلي، ودي مشكلة كبيرة وما ينفعش إنها تتأجل. لو الأعراض دي موجودة عندك لفترة أو بتزيد لازم تكشف. الدكتور ممكن يطلب منك تحاليل دم أو براز أو اختبار تنفس، وأحيانا منظار علشان يتأكد. الكشف بدري بيخلي العلاج أسهل وأسرع، لكن اختار فيه تحاليل البراز بيكون أدق وهو اللي بيثبت وجود الجرثومة أو لأ.